السلام عليكم، كيف الاخبار يا جماعه الخير؟ النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا صراحه، موضوع بيتكلم عن الابداع والابتكار وازاي تكون مبدع وازاي تبتكر فكره جديده وتعمل حاجه جديده، سواء في صناعه المحتوى سواء في شغل او حتى في افكارك. فقبل ما نبدا ما تنساش ان انت تدعمنا بلايك. اللايك واحده من اهم الحاجات يا جماعه الخير، انه اليوتيوب يرفع المحتوى او يرفع الفيديو لاكبر عدد ممكن. بما انه عجبك فاليوتيوب هيفهم انه المقطع عجبك، فينشره لحد بعد كده وحد بعد كده. فيا وما تنساش انك تشترك في القناه. احنا دلوقتي في رحله الوصول ل 100,000 مشترك. اللي ما يعرفش التحدي، احنا بدانا تحدي جديد من 3 4 فيديوهات كده. احنا عايزين نوصل لل 100,000 مشترك، فما تنساش انك تدعمنا باشتراك وشير. ما اعرفش الشير مهم ولا لا، بس مش مهم عندي الشير دلوقتي، المهم دلوقتي الاشتراك واللايك. خلينا نبدا. قبل ما نبدا في موضوع الابتكار وازاي تبتكر وتعمل حاجه جديده، سواء في المصطنع في صناعه المحتوى، واللي هو شاغل ذهن صناع المحتوى، الفيديو ده لصناع المحتوى وغير صناع المحتوى، اللي انت عايز تكون مبدع عموما في الحياه، حتى في افكارك، حتى في البيزنس اللي انت عايز تعمله. اول حاجه لازم نفهم حقيقه العقل، او نعرف العقل ده اصله ايه اصلا. العقل يا جماعه الخير عباره عن آلة بتحلل. العقل ده احنا بنتكلم عن العقل الذهني، ما بنتكلمش عن عقل القلب اللي هو بيدرك الامور الحسيه، اللي هو حاسس ان في حاجه غلط، حاسس. الاحساس ده يعتبر ميزان، فعشان كده سمي عقل. حتى في ايات في القران، ولهم قلوب لا يفقهون بها، معنى الايه يعني انهم ما بيفقهوش بقلوبهم. خلينا نخش في الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم عنه. اللي هو العقل يا جماعه الخير لازم يدخل له مدخلات علشان يعمل ناتج او يخرج نتيجه، لازم يشوف حاجه. وكل ما العقل انت عايز تقويه، عدي عليه حاجات كتيره جدا. كل ما العقل يعدي عليه واردات كتيره جدا وعوارض كتيره جدا في الحياه، كل ما يقوى. يعني انت ممكن تجيب شخص كبير في السن وشخص صغير، الشخص الصغير ده لو عدى بعوارض اكتر هيبقى عنده كميه من الخبره وقوه العقل اقوى من الراجل الكبير. حتى لو هو اصغر في السن، القصه في كميه العوارض اللي بتعدي بيها في الحياه. انت حتى ممكن تجيب واحد، لو افترضنا ان في واحد جبته وحطيته في غرفه من ساعه ما اتولد لحد ما بقي راجل عجوز. لو جبته، لو رحت وشفته هتلاقي زي الطفل الصغير. ليه؟ لانه ما عداش عليه اي عرض. الطفل الصغير لما بيتولد بيعدي بعوارض كتير، بيتعامل مع ابوه، بيتعامل مع امه، بيسمع لغه هنا، بيسمع لغه هنا، بيقع، بيغلط، فبيبدا يتعلم. العقل بيتعلم بان هو ايه، يعدي عليه حاجات كتيره ويتعامل معاها. حتى الانسان لو عايز يرسم صوره او عايز يتخيل صوره في خياله، اي صوره انت دلوقتي قدامي، لو اي صوره او اي حاجه انت هتتخيلها بناء على حاجات انت شفتها قبل كده او شفتها في منامك. لازم تكون شفت حاجه علشان تطلع نتيجه. العقل ما هو اللي هو بيركب بين خليط بين حاجات كتيره جدا. حتى في امور الافكار، في امور ال الافكار والمعتقدات والكلام من ده، برضو لازم تكون سمعت فكره هنا، فكره هنا، فكره هنا، فكره هنا، عشان تبدا تخلط وتطلع فكره جديده. ده كمان ممكن شخص، يعني اي حد، حتى وانا بكلمك دلوقتي، انا دلوقتي ممكن يعني اكلمك بافكار ما اعرفش هي جت منين اصلا. انا مش فاكر، انا نسيت اصل الفكره دي انا جبتها منين. حتى ممكن تسمع يوتيوبر وتقول لك اوه ده بيتكلم افكار اخدها مني اكيد، او تلاقي واحد بيتكلم بافكار نفس الافكار اللي انت بتتكلم فيها. تمام، ممكن يكون هو سمع نفس الحاجات اللي انت بتسمعها، او شاف صناع محتوى نفس اللي انت بتشوفهم، فعشان كده الافكار متقاربه. الافكار متقاربه. وممكن واحد يسمع يعني ده على حسب بقى قوه كل واحد، على حسب قوه كل واحد في نقل الفكره. واحد عنده قوه عقل كبيره جدا فيسمع معلومه يطبقها بالظبط ويفتكرها بالظبط. واحد تاني لا، اقل عقله اضعف، فياخد نص المعلومه ونص تاني يالف بينها من معلومات عنده اصلا. واحد ممكن يكون يفضل يالف بين الاف المعلومات اللي ما يعرفش اصلها فين، فيخرج بناتج جديد ويقول لك بص انا اخترعت حاجه جديده جدا. وهو ما اخترعش ولا حاجه، ما اخترعش ولا حاجه. حتى الافكار يا اما انت لازم تشوفها وتكون عدت على ذهنك، يا اما الشيطان اوحى اليك. حتى في ايه في القران بتقول لك ان الشيطان كان بيوحي ليهم، بيوحي لاولياء، وبيجي يجادلوكم بالحاجات دي. العقل اصله لازم حاجات تتعرض عليه علشان يبدا ينتج حاجه جديده. وغالب الحاجات اللي في العقل، غالب المعلومات، يعني ان الانسان بينسى، يعني اغلب العلم ممكن ينسى. بس حتى الاشياء اللي نساها ممكن تمشي على لسانه بعد كده ويفتكر ويقول لا انا بص انا طلعت بحاجه جديده، وهو ما طلعش بحاجه جديده برضه ولا حاجه، لان هو ناسي. هو ناسي اصلا المعلومات دي. يعني في معلومات ما كنتش في ذهنك، بس مره واحده تلاقي لسانك بيقولها وانت اصلا ما تعرفش جت منين.
هي مخزنه جوه، هي مخزنه جوه. فالعقل بينسى المعلومات وممكن يستفاد بالمعلومات اللي هو نساها اكتر من المعلومات اللي في ذهنه اصلا، المذكوره جوه. بس انا لما قرات الحاجه دي صراحه طلعت يا الله، ان الانسان بيتحاسب بس على المعلومات اللي هو في دماغه، اللي هو متذكرها. انت بتحاسب عشان عندك عقل، انت لو مش عندك عقل هتبقى زي البهائم يعني، فاهم ازاي؟ انت بتحاسب عشان العقل اللي جواك، عشان انت عندك عقل وعندك معلومات، فانت بتتحاسب سواء في امور الدين او الدنيا على حسب العقل وكميه المعلومات اللي فيه. يا الله، المعلومه دي كانت بالنسبه لي رهيبه، رهيبه جدا جدا. فما بالك بقى انت كانسان يعني، المعلومات اللي انت بتعرفها لازم تعدي، ولازم تتحسس الامور عشان تعرف، سواء بعينك او بسمعك، او عشان تعرف طعم شيء معين. كل دي معلومات بتتخزن، لازم محتاجه منك مجهود عشان تاخد المعلومات دي. فانت المعلومات بتعرفها لما تتحسس في الكون، تمشي كده وتقعد تتحسس بحواسك كلها، حواسك، عينك، سمعك، كذا. فتيجي بقى لامور الشرعيه او الامور الغيبيه، مفيش حاجه عشان تقيس عليها. يعني المعلومات اللي عندك انت ممكن تقيس عليها امور في الشرع، تقيس عليها تقيس على الامور الشرعيه، تقيس على اصول. انما تيجي في امور الغيب، او في بعض امور الغيب، او في اغلب امور الغيب، ملهاش اصل كصفات الله. يعني صفات الله، الله الرحمن الرحيم، تقيس على ايه؟ ملهاش اصل، يعني انت مفيش اصل تقيسها عليه. فالامور الغيبيه لازم تسلم بيها. ليه لازم تسلم بيها؟ لانه ملهاش، ما تقدرش تتحسسها ازاي او هتشوفها ازاي؟ دي امور سمعيه بس، فلازم تسلم بيها. وسبحان الله، الانسان ممكن ربنا يرزقه بمال واولاد وكذا، ويقول لك التجاره دي انا كسبت فيها بدماغي بذكائي، ويبقى عنده نوع من الكبر، او حتى يركب بين معلومه، فلما يركب بينها يبقى عنده نوع من الكبر، بص انا عملت كذا. ممكن نقص فيه، كلنا، في كل البشر يعني فيهم نواقص لحد ما يعني. فيبقى هو يظن ان اللي عمله ده عمله من عنده، هو ما عملوش من عنده ولا حاجه. يعني ربنا اداك قدره عقليه بيختبرك بيها، ولكن مين اللي ساق لك المعلومات دي؟ مين؟ يعني شوف قصة قارون، قال انما اوتيته على علم. لا، في الاول خالص واتيناه. مين اللي اداله؟ ربنا اداله. واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه. تخيل بقى بعد ده كله يقول لك انما اوتيته على علم من عندي. فتنه. ما بالك الانسان اصلا ممكن ينكر فضل شخص موجود في الحياه وعارفه، ما بالك بقى باجزاء كتير. يعني الحاجه اللي اتسقط لك دي من رزق، ده اللي ساق لك ده الشخص ده مثلا اللي مشي وربنا خلاه سبب انه يجي لك، او يجيب لك الفكره دي، او وانت تقوم وتتحرك والكلام من ده، وبعد كده في الاخر انت تنسبها لنفسك. هو سبحان الله، العقل البشري كده، اي حاجه عمل فيها اي مجهود ينسب كل الفضل ليه. ما بالك بقى دي في الامور الماديه، ما بالك بقى امور المعرفه والعقل والمعلومه. انت خدتها من مين؟ طب مين اللي ساق لك الفكره دي؟ ومين اللي فهمها لك؟ مين اللي بيده ناصيتك اصلا؟ مين اللي بيده مشاعرك؟ فصراحه امور الانسان لازم يعرف انه كله كده على بعضه، بافكاره، بالامور الخير اللي هو فيه، من عند ربنا. ده كان الحلقه بتاعت النهارده عن الامور ازاي انك تبقى مبدع ومبتكر. فلو انت عايز تبقى مبدع وتبتكر في السوشيال ميديا وتعمل حاجه محدش عملها قبل كده، لازم تعرض نفسك كتير لمحتويات كتيره جدا، سواء كان في السوشيال ميديا. يعني انا ازاي وصلت لمرحله ان انا اصور دلوقتي بطريقه عفويه جدا، وحبيت الموضوع ان انا شفت شخص كان بيصور بالطريقه دي وعجبتني الطريقه، ولقيت فيها لحظات الصمت، لحظات الانفعال، اللحظات دي كلها عشت مع الشخصيه وتعلقت بيها، فاخدتها اضفت ليها موضوع الفلوجات ممتع. انت بتعيش مع شخصيه كامله، فادمج بين المعلومات وبين الامور. مثلا الفلوج، بين الامور العفويه، الفلوج ده امر عفوي، فانا بصور الفيديوهات بطريقه عفويه. جبت ده ازاي؟ فكرت دمجت بين دي ودي، وهكذا. وممكن ادمج بين حاجات كتيره جدا في المستقبل ان شاء الله. في افكار كتيره جدا، بس انا لو اعمل فلوجات يا جماعه الخير لازم اجيب كاميرا. انا جربت قبل كده اصور بالتليفون، وللاسف التليفون يعني بره انك تظبط وتصور بالكاميرا الخلفيه بتاعت التليفون والاضاءه والايزو ومش عارف ايه والكلام ده، وحاجات تقنيه كتير، الموضوع صعب جدا صعب يا جماعه الخير. فعشان تكون مبدع، حتى بتلاقي في المجالات دي، في مجالات الفوتوشوب، في مجالات الابداعيه، لما تسمع كذا حد يقول لك لا انا كل يوم لازم اعرض نفسي
لصور كتير او حاجات كتير، بحيث ان هو يبقى عنده مخزون يعرف يدمج بينه، يعرف يطلع بفكره جديده. حتى لو انت عايز تخرج فيديو بطريقه معينه لازم تعرض نفسك لفيديوهات كتير ناس اخرجوها ازاي، طب طلع جت ازاي الصوره دي، جت بالطريقه دي ازاي. بس وده يكون هنا نهايه الفيديو، كان عن موضوع الابتكار والابداع وازاي انك تكون مبدع. فيا يا الله يا الله، عايزين نوصل يا جماعه الخير ل 100,000 مشترك. احنا الان 323 مشترك الى الان. ان شاء الله قريبا باذن الله، انا مبشر خير باذن الله بيكم، وان شاء الله باذن الله نوصل لهذا العدد في اقرب وقت ممكن. بس ما تنساش تاخد كم لفه كده في القناه لما تطلع. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.